رسميا انتقال حكيم زياش إلى نابولي الإيطالي، لكن قبل البداية مشاهدينا الكرام فضلا من الإصرار الاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك، فهيا بنا الآن إلى التفاصيل. أفادت وسائل إعلامية إيطالية بأن نادي نابولي بطل الدوري الإيطالي يرغب في الاستفادة من خدمات الدولي المغربي حكيم زياش من أجل تعزيز مركز الوسط. وكتب الموقع الإخباري كالسيو نابولي أن إلغاء انتقال جناح تشيلسي إلى نادي النصر السعودي أعاد اهتمام العديد من الأندية الأوروبية، بما في ذلك نابولي الذي أبدى حماسه لضم أسد الأطلس. وأشار الموقع إلى أن المناقشة جارية بين الأطراف المختلفة، وأن أندية إيطالية أخرى تريد التعاقد مع زياش نظرا لموهبته وإمكانيته. وبفضل مسيرته في مونديال 2022 وقدرته على خلق الفرص، أصبح الدولي المغربي لاعبا مطلوبا في سوق الانتقالات. وانضم حكيم زياش البالغ من العمر 30 عاما إلى تشيلسي من أجاكس، وكانت مسيرته مع البلوز غير منتظمة، حيث عانى الدولي المغربي من العديد من التغييرات. وفي يناير الماضي أعاقت مشاكل تقنية إعارة الأسد الأطلس لباريس سان جيرمان خلال اليوم الأخير من نافذة الانتقالات الشتوية.